لو انت لعيب كوره وما بتاكلش الاربع اكلات دول فانت بتفوت على نفسك حاجات كتير جدا. اول حاجه وهي البيض. البيض من افضل مصادر البروتين الحيواني، كل بيضتين فيهم حوالي 11 جرام بروتين، هيساعدك على الريكفر. تاني حاجه وهي الشوفان. الشوفان يعد من افضل مصادر الكربوهيدرات اللي هي الحاجات اللي بتمد الجسم بالطاقه، والكربوهيدرات المعقده اللي هي بطيئه الحرق. طول ما هي بتتحرق في جسمك، طول ما هي عماله تمد جسمك بالطاقه، فطبعا لازم يكون قبل التمرين او قبل تمرينه الجيم او تمرين الملعب او ماتش حتى يبقى مدخل جسمك عناصر كربوهيدرات زي الشوفان والبطاطس. تالت حاجه وهي السوداني. السوداني يعد من افضل مصادر الهيلثي فاتس، يعني الدهون الصحيه. طبعا الدهون الصحيه مفيده جدا للجسم، مش بترفع لك الكوليسترول في الجسم على عكس الدهون طبعا المضره. فطبعا انت محتاج. رابع حاجه وهي الجبنه القريش. الجبنه القريش من افضل مصادر البروتين. طب دلوقتي انت كنت لسه قايل لي يا كابتن ان البيض مصدر بروتين كويس جدا. اللي عندنا البروتين نوعين: بروتين سريع الامتصاص زي البيض، وبروتين بطيء الامتصاص. انت بقى لو رياضي فمحتاج الاثنين، سريع الامتصاص وبطيء الامتصاص. قريش بتحتوي على بروتين اسمه الكازين. الكازين ده ممتاز جدا لانه بروتين بطيء الامتصاص، فطبعا هيبقى حاجه اساسيه ان انت تاخده قبل ما تنام لو انت رياضي او بتلعب جيم.